يمكن فنيا قبل المباراه كنت بتكلم على تفاصيل مهمه جدا تخص فريق النادي المصري، وقلت بالنص ان لو كابتن علي ماهر قدر ان هو يوفر الكلام ده ويشتغل بيه مع اللعيبه بتاعته بشكل كويس هيريح نفسه اثناء الجيم، ويقدر ياخد اللي هو عايزه من المباراه ويكسب مكسب مرتاح ومضمون على حساب فريق نادي الزمالك. وهم كانوا 3 4 نقاط مهمين جدا. اول نقطه فيهم هي الجزء البدني، ان انا ازاي انجح كمدرب ان اوزع مجهود البدني بتاع اللعيبه بتاعي على مدار 90 دقيقه عشان اضمن ان انا افضل اخد نفس الانتاج ونفس الكفاءه البدنيه والفنيه سواء الدفاعيه او الهجوميه في كل المواقف بنفس الريت اللي انا محتاجه، خصوصا ان كابتن علي من المدربين اللي بتلعب هاي ريت، دايما الريتم بتاعه عالي، فده بيتطلب ان اللعيب اللي موجود عندك بالذات في منطقه نص الملعب ان يبقى عنده مخزون بدني كتير. نفس الكلام بالنسبه للعيبه اللي بتلعب على الاطراف اللي بتطلع وبترجع وبتعمل معدلات جري كتيره، خصوصا ان المباراه اصلا هيبقى فيها معدلات جري كتير نظرا لان الماتش فيه لعيبه كتير قوي صغيره في السن، خصوصا ان النادي المصري من الفرق اللي الفترات الاخيره عليها علامه استفهام بالنسبه لفترات التوقف. دايما فتره التوقف بتعود بشكل سلبي على فريق النادي المصري، بيرجعوا من فتره التوقف في هبوط كبير وانحدار في الجزء البدني والمستوى ما بيكونش افضل حاجه، وده بيأثر طبعا على النتائج. وشفنا الكلام ده حتى قبل فتره التوقف كان في برضو بعض الكسور عند بعض العناصر واللعيبه اللي المفروض ادائها ومستواها في الملعب بيكون مؤثر على الفرقه، فبمجرد ما هو بيفقد الجزء البدني خلاص ما بيعرفش ان هو يفيد الفرقه وبيبقى وجوده زي عدمه في الملعب، وده طبعا بيأثر على النتيجه بشكل كبير. لكن قدر النادي المصري ان هو ينجح في الحته دي بشكل كويس عكس العاده بتاعته تماما. وبصراحه انا حابب اشكر الكابتن وائل رفعت ان هو عرف يستغل فتره التوقف بشكل جيد جدا، وقدر النادي المصري ان هو مش هقول لك يوزع مجهوده، لا، النادي المصري من اول دقيقه لحد اخر دقيقه بيلعب برتم واحد، بيلعب رتم عالي، بيعمل ضغط عالي، بيضغط في كل حته في الملعب. حتى الناس اللي نزلت برضه اشتغلت بشكل كويس وقدمت مردود جيد جدا. الحاجه الثانيه ان انا استغل الثغرات والمشاكل اللي موجوده عند نادي الزمالك سواء الغيابات او التوظيف الغلط لبعض اللعيبه. الزمالك عنده طبعا بعض الغيابات المؤثره بالذات في منطقه نص الملعب، وقلنا ان في احتماليه كبيره ان الراجل يغير النمط ويغير النظام بتاع طريقه اللعب بتاعه، بدل ما بيلعب 4-3-3 بالشكل ده لا هيقلب المثلث ويلعب 4-2-3-1 بالمنظر ده ويخلي عبد الله السعيد هو اللي هيكون صانع اللعب، وده في احتماليه كبيره جدا جدا ان هو ياثر على شكل واداء نادي الزمالك الهجومي بالذات الاطراف اللي دايما بتميزه سواء زيزو ناحيه اليمين او نفس الكلام شلبي، او نفس الامر بالنسبه للراجل اللي بيلعب في الحته دي سواء الجزيري او ناصر منسي او ايا كان مين العناصر اللي موجوده، خصوصا ان انت اصلا عندك اوريدي ثغره في النواحي الدفاعيه. عندك الراجل ده عنده مشاكل كتيره جدا، بطء في التفكير، بطء في الحركه، الرياكشنات بتاعته برده دايما فيها مشكله، المساحات دايما بتبقى كبيره ما بينه وما بين حمزه المسلوسي، ونفس الامر في الجزئيه اللي بيشتغل فيها محمد شحاته مهما كان كفاءته ومردوده الفني بيكون كويس، لكن في النهايه ده مش مكانه الاساسي. فبالتالي في الارتدادات الدفاعيه والحاجات اللي بتتطلب فيها تغطيات عكسيه وبتتطلب فيها وقفه معينه في الملعب دايما بيكون فيها مشكله مهما كان هو بيأدي كويس ولا لا، دي ما لهاش علاقه. نفس الامر الناحيه دي لما عمر جابر برده كان بيلعب، عمر مش موجود، نفس الامر فتوح مش موجود، عندك ناصر ماهر مش موجود، عندك احمد حمدي مش موجود. فبالتالي المنظومه اللي نادي الزمالك بيعتمد عليها الفترات الاخيره هي منظومه اللعب الجماعي اللي بتتكون وبتتمثل في منطقه نص الملعب اتضربت خلاص مش موجوده. الراجل بدل ما كان بيلعب بشكل قطري او شكل طولي من الملعب، لان طبعا بيلعب بالشكل ده دونجا هنا وبيشتغل ناصر ماهر بيشتغل في الحته دي كلها وبيزيد وبيروح شمال وبيروح يمين مع وجود برضه عبد الله نفس الامر، والراجل ده بيامنهم في نص الملعب وبيدي مساحه ان الباكين بيطلعوا يزيدوا، نظرا لان الفرق اللي بتلعب قدام الزمالك اول ما بتشوف ناصر موجود في الملعب او احمد حمدي في الملعب مع عبد الله مع زيزو مع شلبي او شيكابالا او نضاي او الجزيري او ناصر منسي يقول لك بس خلاص الزمالك هيبدا يبقى عنده تنوع في اللعب بتاعه ويبدا ان هو يتحكم في منطقه نص ملعبه. الكلام ده ما كانش موجود ليه؟ لان اللعب كله اصبح لعب عرضي، خلاص الراجل ده بيلعب بحذر لان مش في مكانه وعامل حساب لمحمد الشامي او اللعيب اللي هيلعب في الحته دي. نفس الامر ان حياد ابراهيم نضاي من لعيب مهاجم جايبه تلعبه مدافع، مشكله برضو كبيره الوقفه والتغطيات العكسيه والارتداد الدفاعي من الهجوم للدفاع، التحول بيبقى فيه ازمه كبيره واصبح فيه لود وحمل كبير قوي على منطقه نص الملعب اللي بدا السلبيات بتاعتها تبان على الجزء الهجومي بتاع الزمالك، ان خلاص الراجل ده اصبح هو اللي مطالب ان هو يعمل كده ومطالب ان هو يعمل اختراقات قطريه بالشكل ده ويعمل مسانده هجوميه للراجل ده. طبعا معدل السن عند عبد الله
مش هيساعده ولا الكفاءه البدنيه تساعده ان هو يعمل الكلام ده، خصوصا ان هو بقاله فتره كبيره من ساعه ما راح الزمالك بيلعب بوشه، وشه دايما للملعب، هو اللي بيجي من تحت، مش متعود ان هو يشتغل بظهره. ظهره ده محتاجه مرونه ومحتاجه سرعه ومحتاجه كفاءه بدنيه ومحتاجه حاجات كتيره جدا، دي فقدها نادي الزمالك. فبدا الراجل ده الكره ما تروحلوش، ما بقاش فيه تغذيه هجوميه، خلاص اللعب كله عرضي بالمنظر ده. مع ان النادي المصري لعب بثلاثه في وسط الملعب اماضوا، ونفس الامر هنا لعب معتز زدام، وهنا سمير فكري، الثلاثه صغيرين في السن وعندهم باور واكتف، بيشتغلوا كويس مع وجود دغموم، مع وجود هنا محمد الشامي، اثنين عندهم سرعه، واحد عنده مهاره عاليه جدا، واحد عنده قلب وعنده روح وبيقدر ان هو يشتغل وما بيقفش خالص، واحد محطه قويه جدا مع الناس اللي بتيجي من تحت. فخلاص هو استحوذ المصري على منطقه نص ملعبه، وهو ده اللي انت كنت محتاجه اثناء المباراه. الحاجه الثالثه، ودي كانت مهمه، او دي كانت ثغره احنا كنا بننتقد فيها الجهاز الفني وكابتن علي ماهر، لكن قلنا قبل المباراه ان لا، النهارده بقى انت مطالب ان يبقى عندك الجراءه الهجوميه ويبقى عندك المبالغه الهجوميه، ما تنزلش الملعب بتلعب بالشكل ده، تنزل تعمل زون بالمنظر ده وتستنى لما يجي فيك جول زي ما حصل كده في الخمس دقائق اللي الزمالك جاب فيهم الجول بتاع اوباما. ما انت نزلت بالشكل ده نتج عن الضغط الزياده، كره عرضيه جول هتغلط. نفس الامر على فكره شفناه في مباراه الاتحاد السكندري، كتر الضغط في ظل ان انت بتلعب تحت الكوره باستمرار، مش هتقدر تتحمل ان انت تفضل تجري ورا الكوره 90 دقيقه. مفيش لعيب كوره بيعمل كده، مستحيل. الفكر ده ما بقاش موجود. النهارده الاهلي قدام الاتحاد كسب كده، ضغط 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 ضغط، قدر ان كهربا يسجل من كره عرضيه جت من جانب حسين الشحات نتيجه للضغط المستمر، رغم ان الاتحاد بيلعب بثلاثه في خط الظهر، المصري كان بيلعب باربعه، باهر ودبش، وكان قدامهم معتز زدام. قلنا ان النادي المصري ما يخافش ينزل يلعب بجرأه هجوميه، لكن في نفس الوقت مرتبطه بتوازن دفاعي، ان الراجل ده بعد ما يخلص الادوار الهجوميه بتاعته مش هقول له بقى انزل ارجع هنا، لا، على الاقل ينزل ضم في نص الملعب بالمنظر ده، الشامي ينزل يضم في نص الملعب بالمنظر ده، يجي هنا ما بينهم فخر الدين بن يوسف، يبقى ده اول حائط صد بالنسبه لك دفاعي مع الثلاثه اللي في ظهرك بتوع نص الملعب بالشكل ده. فانت بتريح الناس دي ان هي ما تعملش مجهود بدني كبير، والناس دي بتريح الناس اللي في ظهرها ان ما بقاش فيها مساحات. ليه؟ لان الماتشات اللي قبل كده بتاعت الدور الاول او الانتقادات اللي احنا كنا بنتكلم عليها تجاه كابتن علي ماهر او تجاه الفريق، ان دايما النادي المصري لما بيهاجم بالشكل ده هجوم مبالغ فيه، يعني هجوم مبالغ فيه، وان دايما الريتم واحد، يعني ما فيش تميز ان انا النهارده بلعب قدام فرقه مثلا عندها تكتلات او فرقه عندها مساحات، لا، انا كله زي بعض، بلاعب الاهلي زي الزمالك زي انبي زي الاسماعيلي زي الداخليه، كله شبه بعض. فاي فرقه كانت بتيجي تلعب قدامك حافظاك، خلاص انت النهارده بينزل يعمل زون في الحته دي قدام النادي المصري، يقطع الكره من هنا ويشتغل على التحولات الهجوميه، عنده اتنين صراع وبيعرفوا يلعبوا على الجون، خلاص بيعمل لك مشكله في المساحات الكبيره اللي بتنتج من خلال الاندفاع الهجومي المبالغ فيه اللي بدون اي فايده وبدون اي فعاليه. بسجل، بس تعالى النهارده قيس معدلات التهديف عند المصري، هتلاقي معدلات التهديف عند المصري جاب مثلا 25 جول وداخل في 24 جول، فطبعا ما فيش نسبه وتناسب، انت بتجيب كان بيخش فيك كل مباراه على الاقل هدف، فده طبعا فيها صعوبه كبيره. لكن مع وجود دبش في حته خط الظهر، انا اعتقد ان ادى ثقه كبيره منطقه خط الظهر، وان الاثنين دول اصبحوا مكملين لبعض بشكل كويس، سواء دبش او باهر المحمدي، وفي كيمياء كويسه ما بينهم، والتوازن او الحذر الدفاعي اللي موجود عند حسين، ونفس الامر بالنسبه لكريم العراقي مع المسانده الدفاعيه من زدام والناس اللي بتيجي من الحته دي. خلاص انت لو قعدت بالسبع لعيبه دول تشتغل بس بشكل منتظم وبشكل فيه انضباط بالنسبه للتمركزات وبالنسبه لعمليه الضغط، اقعد بقى رحل الكره من هنا، هطلع اضغط وهروح وهرحل بالشكل ده، والراجل ده يجي يضغط معايا وده يجي يضغط معايا وده هيميل وده هيرحل وده هينزل هنا في نص الملعب، والراجل ده يكون جالي، خلاص انا عملت بلوك في كل حته. اروح الناحيه الثانيه برضو الترحيل هيتطبق بنفس المنظر، الكره هتطلع في نص الملعب، هنا هتلاقي الراجل ده بيطلع والناس دي كلها تحته بالشكل ده، والناس دي ترجع تعمل التمركزات الطبيعيه بتاعتها بالمنظر ده. فانت اشتغلت كده فعلا، المصري اشتغل كده واشتغل فعلا بالجرأه الهجوميه، بدليل ان في الدقيقه 88 او 85 انت جاب الجول الثاني. جبته ازاي؟ الوقت اللي الزمالك عمال يعمل فيه تغييرات هجوميه، وان الوقت اللي المفروض النادي المصري ينزل فيه كله تحت الكوره يعمل ديلي تحسبا ان هو عايز يحافظ على النتيجه وما يخشش فيه هدف، لا، انت بتطلع. الزمالك كان عنده رمي التماس هنا ابراهيم نضاي، وعنده واحد واقف هنا وهنا واقفين بالشكل ده، والناس دي كلها طايره قدام، انت بتعمل ايه؟ انت عندك 7 لعيبه
في نص ملعب الزمالك، يعني 70% من الفرقه واقف هنا. عندك هنا كان الشامي، وهنا فخر الدين بن يوسف، وهنا كان محمود حماده، وهنا معتز زدام، وهنا كريم العراقي، وهنا كان حسين فيصل، والرباعي بتاع خط الظهر موجود. هنا كان محمود حماده برضو كان نزل، وكان موجود، او ايزي ايميكا تقريبا، وحسين السيد. وانت واقف بالمنظر ده، الكره اتلعبت، قطعت، اشتغلت صح، الراجل اتحرك في المنطقه دي، كمل بالكوره، اشتغل شغل فردي. جه هنا سمير فكري، جه عمل معاه الدبل باص، خد القرار وحط جول. نتيجه ايه؟ ان انت عندك جرأه هجوميه. لو انت بقى عندك الحذر ونازل تلعب في 30 متر من اخر نص ملعبك، هيبقى عندك مشكله. انت بتضغط نفسك بالاونطه وبالكد، زي ما انت عملت في ماتش بيراميدز كده. رغم ان انت لو كنت اشتغلت في مباراه بيراميدز بشكل مناسب شويه، كان ممكن ان انت تستغل حاجات كتيره كانت موجوده في المباراه. لكن في النهايه مكسب طبعا مستحق للنادي المصري، وهارد لك طبعا للزمالك، فرقه كبيره، وان شاء الله باذن الله مزيد من التالق للنادي المصري الفتره اللي جايه.